السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله هعمل لكم بلاي ليست خاص بشرح الصفقات. في ناس بتتمزج يا جماعه، انا لما كنت بتعلم السمارت ماني او بتعلم اي مدرسه كنت بتمزج ان انا الاقي واحد يشرح صفقات بطريقه حلوه كده. فان شاء الله ابدا اعمل لكم الموضوع ده، ماشي؟ وانا راهنتكم ان انتوا الصفقه دي مش هتعرفوا سببها، يعني لو انت عرفت خلينا نشوف الكومنت بتاعك وانت اذا كان انت فاهم ولا لا. المهم خلينا نبدا. هنشرح اخر صفقه دي. الصفقتين دول انا نزلتهم تقريبا على التليجرام، كانت الصفقه هنا ونزلتها على ميتا تريدر ونزلت كل حاجه. انا الحمد لله ما بعتش يعني صوره كده وخلاص، لا ممكن ابعت اصلا الصفقه وهي هنا، فاهمني؟ فبلاش نبعت الصفقتين دول لان هم قدام وكده. خلينا ايه نركز في الصفقه بتاعت امبارح دي، لان ناس كتير قوي سالتنا عليها ودي اقرب حاجه. لو انت واصلا انا عامل لك فيديو كامل عن تحليل الجي بي بي اس دي. فخلينا نشوف كده ايه اللي حصل واحده واحده كده، وامسح لك كل ده عشان تبدا ايه تركز معايا من الاول. بص يا سيدي، انا لو فتحت فيلم الاربع ساعات هلاقي ان السعر عمل لي ايه. السعر كان صاعد اتجاه صاعد وبدا يديني قمه في المنطقه دي ومن بعدها سحب السيوله. طيب انا دلوقتي عايز افكر في البيع، سيبك من الصفقتين دول زي ما قلت لك، خلينا في اخر الصفقه دي. فانا لو هفكر في البيع الصحيح، ادي اول انترنال ستراكشر في المنطقه دي كده، ماشي؟ طيب الناس بتوع السمارت الاول المستوى الاول يعني الحاجات دي ان شاء الله تبدا تعرفها في المستويات المتقدمه، ولكن ايه واحده واحده يعني، خاصه انتوا لسه ما تاسستوش يعني، ماشي؟ طيب بما ان انا عندي الانترنال ستراكشر، انا مستني اي منطقه في المناطق دي ان انا السعر يرد من عندها وابدا ايه ابيع. استهدف ايه بقى؟ بص يا سيدي، لو فتحت كده اربع ساعات هتلاقي مفيش غير المنطقه دي، ولو عندي ممكن نقول بريكر بلوك في المنطقه دي برضه ممكن يرد السعر شويه. المهم دي اول وليكن ان كل ده اصلا اوردر فلو. المهم كان اخر التارجت، او يعني خلينا نقول اخر تارجت بالنسبه لي الخط ده. طيب انا اول اركز في الصفقه وبعد كده اركز مع الايه مع الهدف. على الاربع ساعات زي ما احنا شايفين ما فيش اي حاجه واضحه. السعر عرضي في المنطقه دي، مقرف في المنطقه دي كده، وما اصلا انا كنتش محللهم يعني، ولكن لما ركزت بقى لقيت حاجه جميله جدا وهي اللي ادتني الصفقه. تعالى بقى نركز شويه واحده واحده كده، اقول لك هي جت معايا ازاي، لان هي اصلا الصفقه دي كانت معايا ايه بطلق، ما كنتش واخد بالي منها، ولكن هوريك دلوقتي. طيب انا بعد ما عمل لي هنا ماركت ستراكشر والسعر يصحح، انا عايز منطقه بيعيه. السعر فضل يهبل هنا ماشي عرضي، وهو اصلا عمال يعمل لي حركه بتاعت البنوك، ما خدتش بالي الا لما دققت فيها. طب ازاي يا عم؟ تعالى يا سيدي، دلوقتي انا على فريم الساعه عايز منطقه ابدا اشتري منها. والله انا عندي ده اوردر فلو مفيش غيره، او ممكن نقول ان ده بريكر بلوك في المنطقه دي كده، او خلينا نقول ان كل ده اوردر فلو مفيش غيره واضح جدا ابدا اشتري من عنده، او يطلع للايه للاوردر بلوك اللي هو الاكستريم ده، ولكن صعب شويه. فانا استبعدت المنطقه دي وتقريبا بعت لكم الاوردر فلو ده في الايه في الفيديو بتاع التحليل. طيب انا الساعه برضو ما اعتقدش ان السعر ممكن يطلع، ولو طلع خلاص عملت المنبه بتاعه وابدا ابيع، بس ما كنتش اتوقعها. لا هقول لك ليه دلوقتي. طيب يبقى الساعه انا ما عنديش مناطق واضحه غير بعيده ومش واضحه قوي. لما نزلت بقى على الربع ساعه لقيت فيه ايه؟ لقيت فيه حاجه يعني كنز ما بلاقيهاش غير كل فين وفين. ايه هي بقى يا سيدي؟ خلينا واحده واحده كده نمشي مع الشارت. لقيت لك ايه هنا؟ لقيت لك انا عندي هنا ترند لاين ليكويديتي في المنطقه دي كده، ما اتاخدش ما اتاخدش غير بايه غير بالمنطقه دي. اوبا، يبقى دي اول عندي منطقه محميه. ابدا اقول مؤشرات ان السعر بيديني هنا ايه سترونج هاي، او ممكن نقول ان هو بيديني تشينج اوف كاركتر مبكر يعني. بعدين هتفهم كلامي، ولكن هنا المنطقه دي هتبقى تشينج بعد ما السعر ينزل، ولكن هي الى الان ممكن اقول عليها سترونج هاي عشان ابدا اخد الصفقه من عليها. طيب بعد ما ادتني سترونج هاي في المنطقه دي كده، او منطقه محميه زي ما بنسميها، هبدا ادور في الشموع اللي زي الزفت دي. انا عايز منطقه ترد لي السعر. والله انا عندي شمعه اهي، ممكن ناخد الشمعه دي كلها انميتيجيت اوردر بلوك محترم، وهو اصلا الايه السترونج في المنطقه دي مفيش غيره. طيب لو حد فل المنطقه دي كده شويه اقول لك يا عم ده هو. بص يا سيدي، السعر هنا خد لي سيوله والمنطقه دي ايه قويه. طيب وانا اصلا السعر عندي مديني سيوله، فهو السعر نزل عمل لي ايه هنا في المنطقه دي تاني؟ اكد لي الايه هو كان. لا تصدق، ايوه، خلينا نقطع الشرط عند الايه كان واقف هنا السعر، ماشي؟ طيب السعر لما نزل من المنطقه دي هي اللي مسببه لي الكسر. تصدق منطقه قويه. يبقى انا مستني السعر يصحح. خلينا برضه نعمل انترنال ستراكشر او اي حاجه، ما علينا. يبقى انا مستني السعر يصحح مع خدان السيوله دي، ويبدا
ابدا اخد صفقه من هنا ممتازه. اقول لك والله انت لحد دلوقتي بتفكر وزي الفل، ولكن الحته دي اللي انت عملتها السيوله دي وانت اصلا مش واخد بالك منها، تعالى بقى كده ركز معايا. اوبا، والله خدت بالي منها بالصدفه. لقيت هنا عندي فليب زون قوي جدا 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 جدا. وهو ايه مهمة الفليب زون يا شباب؟ ان في ناس برضو بتستخدمه بطرق تانية. انا فليب زون ان شاء الله هينزل حلقته بكرة، وبالصدفة برضو والله كنت عامل لكم على المنطقة دي ماشي، لان انا خلصته يعني، بس مستنيكم تراجعوا. المهم خلينا نكمل حلقتنا. الفليب زون مهمته ايه يا شباب؟ مهمته ان انا دلوقتي لو عندي السعر وليكن عايز يهبط وبيقول ان انا هابط مثلا كده، بدأ ان هو يعكس ويعمل لي تشينج اوف كاركتر، فالاوردر بلوك ده واضح للكل وضوح عام، وعامل هنا السيوله وعامل مش عارف ايه. تلاقي السعر طلع كده وبدأ الهبوط العنيف. السعر ما بيدخلش معاه الناس اللي هي شايفه المناطق الواضحه دي. طب تيجي تشوف يا عم هو السعر رد من هنا ليه، تلاقي عندي هنا منطقه مخفيه، هي دي الفليب زون اللي السعر اصلا. تعالى بقى اقول لك السعر بقى عمل لك ايه هنا. اللي السعر بقى يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك هنا شويه سيوله هنا في المنطقه دي كده، اخرها هنا خلينا نقولها اهي، وعندي هنا شويه سيوله في المنطقه دي ب ال ار سيوله ضعيفه تتاخد عشان تتنضف باكسترنال، وبعد كده السعر ينزل ياخدها. اقول لك فعلا، بس انا هنا بقى ايه، المنطقه دي واضحه للكل، والسعر خد السيوله بما فيه الكفايه واداني سترونج. مش محتاج السعر يطلع للسترونج او بي، وهيرد لي منين؟ من الفليب زون. عشان كده جيت في اول اليوم، او سوري يعني امبارح، قلت لك انا حتى الصوره دي موجوده على التليجرام، قلت لك انا عندي الصفقه دي، عملت لك كده، قلت لك اتمنى ان السعر يطلع للمنطقه دي عشان نقدر نبيع، اتمنى. ولكن بقى حصل لي هنا حاجه غريبه جدا ما كنتش متوقعها بصراحه. عمل لي ايه هنا السعر؟ هو خلاص السعر قال لك انا هكتفي بالسيوله دي وهرد من المنطقه، عشان انا مش محتاج سيوله تاني، والناس اصلا مستنياني هنا، واصلا اوريدي الناس معلقه صفقاتها في المنطقه دي، لان هي ممكن تقول منطقه واضحه لو حد ركز شويه. طيب وهدفي بقى بعيد. طيب قال لك ايه كمان عشان ابدا اركز معايا؟ قال لك بص يا سيدي، انا اصلا مش قادر اطلع، ده انا اصلا عايز اطلع بالعافيه عشان اسند على اي منطقه هي اللي تردني. فهمت قصدي؟ طيب السوق كان واقف كده ماشي بكل المعطيات دي. لما تيجي بقى تفتح الشرط وتبدأ تشوف السعر عمل لك ايه، اولا فتح على جاب، ده غصب عنه، الطلعة دي غصب عن السوق. طيب بعد ما فتح على جاب عمل لي ايه بقى؟ بص كده ركز معايا. انا اولا في الشمعتين تلاتة دول كان السبريد زبالة، جه هنا قفل لي بشمعة ايه، كان سحب لي منطقة الفليب زون وقفل لي بشمعة. ايه ده يا جدعان، هو السوق بيهرج ولا ايه؟ هو ده هيديني هنا سكوب؟ انت هو للدرجه دي الصفقه دي ممتازه؟ طب اشوف الشمعه اللي بعدها، الاقي لك شمعه فير فاليو جاب لا تعالى بقى انت، ده انا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي. اجريسيف من هنا، ستوب فوق السكوب، وخش بضعف اللوت اللي انت بتخش بيه، واستهدف بقى، استهدف. مستحيل ان السعر يطلع بنسبه كبيره طبعا يعني، عشان ما احبش اوفر. صعب ان السعر يرجع للمنطقه ايه. احنا عملنا ايه؟ خلاص بعد ما اداني هنا السكوب، خلينا ننزل على الساعه، وسحب لي اصلا الفليب زون اللي انا بقول عليه قوي، والسعر اصلا مش قادر يطلع بطلعه الفيل فاليو جاب مع سحبها بالعافيه. خلاص يا باشا، خش ضعف اللوت وانت مطمن، واستهدف بقى ايه عندك. ده كان اول استهداف بالنسبه لي، لان انا بالنسبه لي انا شايف ان السعر كان هينزل بقى يهبط زي ما قلت لك على الاربع ساعات هيبان اكتر، ولكن انا عشان كنت داخل يعني بكتير يعني بلوت كتير او ضعف اللوت، فاستكفيت في ايه بالمرحله دي. كانت صفقه ممتازه 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 ممتازه، يعني انا بلاقيها قليل جدا 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 على الشرط. وبس يا سيدي، هل انت كنت متوقع كده؟ والله هستناك في الكومنتات اذا كان انت متوقع كده ولا لا. وهعمل لكم بلاي ليست ان شاء الله، ده اول حلقه ليها خاصه بتحليل الصفقات، واتمنى اكون فدتك في الفيديو ده. وبس يا سيدي، يلا السلام عليكم.